سنة 1590 جه راجل فرنسي اسمه عم جان نيكوت، وبالمناسبة ده كان بحار. اظن عرفت من كلمة نيكوت دي احنا هنتكلم عن ايه، وهو فعلا الشخص اللي بينسب اليه النيكوتين. وقام مدي الفرنسيين شوية تبغ، الفرنسيين عجبهم الموضوع ده جدا، وفكرة الروشنة بقى وكده، وان انت تشرب من بقك وتطلع دخان من مناخيرك، وبدأ الموضوع ينتشر لحد ما وصل لايامنا دي. طب ايه هو النيكوتين، وبالاخص بيعمل ايه في الجسم عشان نقدر نقول عليه ان هو حاجة مضرة، وايه هي حكايته بالظبط، وازاي انتشر لحد ما وصل لايامنا دي، والنقطة الاهم ازاي تبطل ادمان النيكوتين. كل ده واكتر هنعرفه في فيديو النهارده. طب ما يلا بينا نشوف. مبدئيا كده النيكوتين هي ماده كيميائيه بتخش الجسم عن طريق التبغ، بتخش للرئتين وتوصل لحاجه اسمها الحويصلات الهوائيه، اللي هي اصغر حاجه في الرئتين، اللي هي البوابات اللي بتاخد الحاجات من بره الجسم وبتبعتها مع الدم. وطبعا النيكوتين بيلف رحله في الجسم كله لحد ما يوصل للمخ. وفي النقطه دي انا حابب اصحح معلومه، الناس كلها فاكره ان النيكوتين ده ماده الجسم بيفرزها اكتر، ولكن لما بتشرب السيجاره ده بيعلي نسبه النيكوتين في الجسم. في الحقيقه انا حابب اوضح لك ان النيكوتين ده يعني ماده لا يفرزها الجسم نهائيا، ده بالعكس النيكوتين ده ماده بتعمل ضرر او تلف في اي عضو او اي جهاز هي بتعدي عليه طول رحلتها مع الدم. ولكن مشكله النيكوتين الاكبر بتكمن عند وصوله للمخ، بيبدا يعمل استثاره في المخ او يحفز المخ ان هو يفرز ماده الدوبامين. والدوبامين ده هرمون جوه الجسم اسمه هرمون السعاده، اللي هو هرمون الدوبامين. اول بقى صاحبي ما المخ بيبدا يفرز هرمون الدوبامين بينسى كل المصايب اللي النيكوتين عملها في الجسم قبل ما يوصل للمخ، ويبدا يهلس ويقول انا عايز من النيكوتين ده كتير. ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله هو ده بيبقى سبب ادمان الشخص للسجاير، واجهزه الجسم بتقعد تقول له كفايه. الانسولين مستواه بدا يقل لان النيكوتين بيبدا في رفع نسبه السكر في الدم بشكل غير ملحوظ، فالانسولين بيبدا ان هو يقل. ده غير ان هو بيأثر على عدد ضربات القلب، يعني عمل كوارث جامده جدا في الجسم. ولكن العقل مصمم على رايه، انا عايز من النيكوتين ده. كمان واحده والنبي يا ريس، كفايه بقى ده كمان واحد. ودي كانت رحله النيكوتين في الجسم، وازاي النيكوتين الشخص بيدمنه او التدخين. التدخين اقدم مما تتخيل، وفي بحوثات بتقولك ان التدخين كان سنة 5000 قبل الميلاد، وان دي كانت طقوس وشعائر بيأدوها على مختلف الديانات ومختلف الاديان، وان كان من ضمن الشعائر دي هو تدخين التبغ. ولكن هي ما كانتش منتشرة بين عامة الناس زي ما هي منتشرة اليومين دول. وعلى مر الزمان بقى كل واحد بدأ يحط التاتش بتاعه لحد ما وصلنا لل ام والمالبورو، وطبعا الفروع بتاعتها اللي بقت سايده وبقت زياده جدا اليومين دول. مش بقول لك كل واحد بيحط التاتش بتاعه، وكانت السيجاره العاديه هي بدايتها. والنقطه دي بتاخدنا لمحور تاني، وهو ايه الفرق ما بين السجاير والمخدرات. الفرق يا صديقي ان احنا عرفنا ان السجاير بتبقى الماده بتاعتها النيكوتين، ولكن المخدرات بتبقى المواد بتاعتها كتير على حسب نوع المخدر، ودي قصه تانيه خالص. بس الفكره ان النيكوتين مش مذهب للعقل، ولكن اغلبيه المواد التانيه بتبقى مواد مواد مهلوسه. لكن التأثير على العقل زي ما قلنا للنوعين بيبقى متشابه نوعا ما، زي ما احنا وضحنا في الاول ان العقل بيدمن الكلام ده، ان المواد دي كلها بتبقى مواد خارجه عن الجسم بيفرز الدوبامين، فالعقل بيعوز من ده كتير. كفايه بقى. نيجي بقى للنقطه الاهم والمحوريه في الفيديو ده، وهو ازاي ان انت تتخلص من ادمان النيكوتين. بس يا صاحبي قبل ما ندخل في الجانب العملي لازم نحفز الجانب السيكولوجي في الجسم او الجانب النفسي في الجسم على اننا هنخش في الجانب العملي. يعني مثلا لازم تفهم نفسك ان الحاجه دي مضره، وان انت اخدت قرار ان انت لازم تبطلها وكده يعني، وتتكلم مع نفسك وتحط هدف لنفسك، وعيش انت بقى ابدع في الجانب ده براحتك. نخش بقى على الخطوات العمليه على طول. رقم 1، وجرب ان انت تستخدم بدائل للنيكوتين، زي مثلا علكه النيكوتين. دي حاجه زي اللبانه كده بتمضغها، ولكن هي بتديك النيكوتين، واللي هي الجسم بيبدا يمتص منها النيكوتين من غير التدخين، من غير الرئتين، من غير القصه اللي احنا حكيناها دي كلها. وزي ما قلنا احنا الجسم مدمن على النيكوتين وليس مدمن على التدخين. مثلا حاجه كمان تانية زي اقراص الاستحلاب، ودي اقراص بتتحط في البق كده وبيبدا برضو الجسم يمتصها، ودي حاجه برضو بتأدي نفس العمل. وحاجات تانية برضو زي لاصق النيكوتين او منشقة النيكوتين، واللي بيبدأ الجسم يستنشق عن طريقها النيكوتين. انا بقيت بتكلم كده ليه؟ وبالمناسبة اللي بيقولك ايه الكلام ده وهجيبه منين، انا هسيب لك روابطهم تحت الفيديو. ولو محتاج مساعدة مني شخصيا هتلاقيني معاك ان شاء الله، ان الكلام اللي بقولك عليه دي قشور انا بس بدلك عليها. تاني خطوه وهي ابعد عن الاوضاع اللي جسمك متعود ان هو يدخن فيها. يعني مثلا لو انت بتشرب سيجاره مع كوبايه قهوه او تشرب سيجاره بعد الغداء، اكيد انت فهمتني يعني.
رقم 3 لعب الرياضة. اي حاجة لازم نحط فيها الرياضة كده. خلي بالك الرياضة فعلا هتحاول انها تقلل او هتمنعك ان انت تشرب سجاير. هي مش هتمنعك، هي انت هتحس بالذنب لو انت اشتغلت ولقيت ان انت بتشرب سجاير وبتضيع كل اللي انت بتبنيه في جسمك او بتلعب بيه رياضة. هتحس بالذنب كده وانت بتلعب ونفسك مش قادر يجيب. وفي حاجات غيرها كمان برضو. وبالمناسبة لو حابين نعمل جزء تاني ممكن تكتبوا لنا تحت في الكومنتات نعمل جزء تاني. وبالمناسبة لو وصلت لهنا عاش، لو عايز تسألني في اي حاجة انا معاك، هتلاقي الحسابات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. وبس كده، سلام.